السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. أتمنى اللي أول مرة يشوف قناتي يشترك لي في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. النهاردة يا حبايبي هنعمل الجبنة بطريقتين، طريقة الجبنة الاسطنبولي والجبنة البراميلي. طريقة سهلة وبسيطة وجميلة، ومن الجبنة القريش هنعمل طريقتين وجميلة. زي ما انت شايفة كده انا شرشت الجبنة الفلاحي اهي، الجبنة فلاحي زي ما انت شايفة شرشتها بملح بس. زي ما احنا عملنا الجبنة القديمة عملنا الجبنة الفلاحي ديت زيها بالظبط، شرشناها بس بملح بس. وهنا معايا فلفل زي ما انت شايفة كده وشرش جبنة. هنحط بقى الجبنة زي ما انت شايفين كده، نعبيها في البطرمان ونحط معاه الفلفل. الفلفل دوت اللي هيخلي الجبنة لما هيتخلل في الشرش بتاع الجبنة هيخلي الجبنة طعمها زي الاسطنبولي بالظبط. زي ما انت شايفة كده عبيتها، ولازم برضو تعملي فراغات بين الخرطة والتانية عشان لما بنحط الشرش عليها بتشرب الشرش وتزيد معاكي. زي ما انت شايفة كده رصيتها وحطيت الفلفل بينها برضو. هنحط بقى هنا معانا ديت قطعة من القماش هنحط فيها دنكار زي ما انت شايفة كده. دوت ايه المش هنحطه في الجبنة برضو عشان ما يخليهاش تدوب مننا، عشان هحطها بره التلاجة. لو انت عندك مكان في التلاجة حطيها في التلاجة وما تحطيش دوا المش ده. هنا زي ما انت شايفة الشرش اهو غلينه، هنحط فيه بقى ملح ونملحه وندوب الملح كويس. ما تكتريش ملح عشان انت حاطه يعني ملح كفايه على الجبنه وانت بتشرشيها. هنا هندوب الشرش، الملح في الشرش زي ما انت شايفه اهو. لو انت بقى عندك سوبر ماركت هاتي منه الشرش، او واحده فلاحه جارتك هتديهولك من غير فلوس، كده كده هما بيرموه اصلا. هنزود بيه الجبنه زي ما انت شايفه كده. ولازم برضو نخلي الجبنة معانا يعني بينها وبين الخرطة براح، ونخلي عقلة صباع كده ناقصة من البطرمان زي ما انت شايفة. هنحط كيس نايلون على وش البطرمان ونغطي عشان نمنع الهواء يخش للجبنة بتاعتنا. وهنركنها بقى في اي مكان بارد فيه تهوية. ما تحطهاش في ضرفة مطبخ، في كتمة، في حاجة، لا حطيها في مكان هاوي عشان الجبنة من الحاجات اللي ما بتحبش الكتمة معاكي. كده هنعمل الطريقة التانية اللي هي البراميلي. هنرص برضو البطرمان نحط الجبنة فيه زي ما انت شايفة كده. بس هنا مش هنحط فلفل، الفلفل هو اللي بيدي طعم الاسطنبولي، انما احنا مش هنحط فلفل، هنحطها برضو بنفس الطريقة. وهنربط حبة دوا مش زي ما انت شايفة كده في قطعة قماش. وهنسقي بقى ايه بدل الشرش ده لبن خض. ده اللبن اللي بيطلع من السمنة. بص انا بوريهولكوا اهو، في قطع سمنة على الوش. هو بيبقى تقيل عن اللبن عن الشرش خالص، بيبقى تقيل، بيخلي الجبنة معانا ناعمة وجميلة. هنحط برضو ملح عليه، هنحط الملح وندوب الملح كويس فيه برضو، ونحطه على الجبنة بقى يعني نسقي بيه الجبنة برضو. هنا ندوب الملح زي ما انت شايفة كده. اللهم صل على النبي، بتبقى جميلة وحلوة وحاجة مضمونة وعاملاها ببيتك وبتبقى حلوة. بص هندوب كويس، ما تكتريش برضو الملح معاكي، زي ما انت عارفة احنا مشرشين الجبنة بملح كفاية. هنسقي بقى الجبنة اللي احنا رصيناها في البطرمان كده، نحط عليها اللبن الخض زي ما انت شايفة كده. لازما السرة دي تغطسيها، ما تخليهاش عايمة على وش المية. بصي هي عايمة على وش المية ازاي، غطسيها كده هتغطس معاكي، زنقيها بين البطرمان وبين الجبنة هتتزنق معاكي ومش هتطلع على الوش كده. خلي الشرشة او اللبن معاكي يبقى عايم على الجبنة، ما تخليش الجبنة هي اللي باينة. هنغطي بكيس نايلون زي ما انت شايفة كده ونحكم البطرمان كويس زي ما انت شايفة كده. خلاص انا عبيتها وخلاص، بتبقى جميلة وسهلة وبسيطة زي ما انت شايفة. هتحطيها بقى في مكان هاوي هي والتانية مع بعض، مش هجرى لهم اي حاجة. زي ما انت شايفة اهو، طريقة سهلة وبسيطة، اتمنى تجربيها تعجبك. زي ما انت شايفة البطرمانات شكلها اصلا يفتح النفس وهي لسه ما اتعملتش.
أتمنى اللي أول مرة يشوف قناتي يشترك لي في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني جديد. أسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.